حي هادي في ضواحي القاهرة، كانت حياة ياسمين وأخوها آدم بتبدو طبيعية جدا. آدم شاب هادي ومحبوب بين الناس. ياسمين أخته صغيرة في العشرينات، بتعيش في هدوء وبتشتغل في مكتبة صغيرة قريبة. لكن في يوم مش عادي رجعت ياسمين البيت متأخر عن عادتها. كانت مرهقة جدا، واضح عليها القلق. أول ما دخلت الشقة لقت آدم مستنيها. كان وشه فيه توتر غريب، عينه بتقول إن هو مخبي حاجة. اتأخرتي ليه؟ قلقت عليكي. أبدا، كنت في الشغل شوية. في حاجة؟ شكلك كده مش طبيعي. آدم كان بيحاول يضحك. لا لا لا، مفيش حاجة، بس كنت مستنيك عشان نتكلم في موضوع مهم. قبل ما ياسمين تسأل أكتر سمعوا صوت خبط عنيف جدا على الباب. آدم بص لياسمين وقال مهما حصل ما تتكلميش، وفتح الباب. وقف قدامهم واحد من الجيران، وشه مليان غضب وقال بصوت عالي فين فلوسي يا آدم؟ انت فاكر ان انا مش هلاقيك؟ آدم حاول يهدي الراجل، لكن فجأة سحب ياسمين من دراعها وقال هي السبب، هي اللي قالت لي أعمل كده. ياسمين اتصدمت. إيه؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ آدم بص لها بنظرة مليانة خوف وقال أنا هشرح لك كل حاجة، بس استني. الجريمة اللي آدم حاول يهرب منها ابتدت تتكشف. بس إيه علاقة ياسمين بالجريمة؟ وإيه السر اللي آدم مخبيه عنها؟ بعد ما الراجل مشي وهو مهدد إنه هيجي تاني، ياسمين فضلت واقفة في نص الصالة مش قادرة تنطق. آدم قفل الباب بسرعة، قعد على الكنبة ماسك راسه بين إيده، بيحاول يبرر لأخته إزاي قال كده عليها وإزاي مسكها بالطريقة دي. ياسمين قالت إيه اللي بيحصل يا آدم؟ مين الراجل ده؟ وإيه الفلوس اللي هو بيتكلم عنها دي؟ إحنا في مشكلة كبيرة يا ياسمين ولازم تساعديني. أنا؟ أساعدك في إيه؟ أنت بتقول للراجل إن أنا السبب؟ هو أنت عايز تلبسني يا آدم؟ آدم وقف بسرعة، قرب منها، بصلها بنظرة غريبة مليانة توتر. اسمعيني بس، أنا مش هلبسك في حاجة، بس اللي حصل صدقيني كان غصب عني. جارتي نرمين كانت جزء من الموضوع. اسم نرمين وقع على ياسمين زي الصاعقة. نرمين الجارة اللي الكل كان بيشوفها ملاك، متجوزة رجل أعمال غني، دايما شكلها مهندم ومثالي. نرمين؟ مالها نرمين؟ أنا مش فاهمة. هي اللي دخلتني في المصيبة دي. قالت لي إنها عايزة تهرب من جوزها عشان بيظلمها وبيتجسس عليها. طلبت مني أساعدها وأنا كنت فاكر إن أنا بعمل حاجة نبيلة. ياسمين بتشاور بغضب. أنت وقعت نفسك مع واحدة متجوزة؟ وبعدين قول. بعد ما وافقت لقيتها بتطلب مني ندخل الفيلا بالليل وياخد منها أوراق مهمة. قالت لي إنها تخصها وإنها أدلة بتدين جوزها. ياسمين قربت منه. وبعدين إيه اللي حصل؟ دخلنا الفيلا فعلا، بس الأمور خرجت عن السيطرة. نرمين كانت مخبية حاجة عني. ياسمين حست إن الجو ابتدى يبقى أتقل، وكأن الحكاية لسه فيها تفاصيل أعمق. في حاجة حصلت جوه الفيلا دي يا ياسمين، حاجة مش هتعرفي أبدا تستوعبيها بسهولة. ياسمين قعدت على الكرسي مستنية آدم يكمل. صوت أنفاسه كان واضح، في هدوء في الشقة، وكأنه بيحاول يجمع شجاعته عشان بس يعترف. وأنا ونرمين جوه الفيلا، جوزها فجأة رجع بدري. هي كانت متوترة جدا، بس قالت لي نستخبى. جريت على الأوضة اللي بتخزن فيها الحاجات القديمة، وقالت لي استنى لحد ما هي ما تخلص من الموضوع. وبعدين جوزها عمل ايه؟ سمعته بيتكلم معاها بعصبية، كان بيسألها عن حاجة مهمة ضايعة، بس هي كانت عمالة بتروق. فجأة سمعت صوت صراخها، وبعدها صوت حاجة وقعت. حاجة وقعت؟ ايه اللي وقع؟ أنا خرجت من مخبئي لقيت نرمين واقفة فوق جوزها، وفي ايدها تمثال صغير عليه دم. الصدمة خلت ياسمين تقوم من مكانها وهي مش مصدقة. انت عايز تقولي ان نرمين خلصت على جوزها؟ هي قالت لي انه كان بيحاول يضربها وانها كانت بتدافع عن نفسها، لكن المشهد ما كانش كده خالص. انا حسيت انها كانت ناوية عليه من الاول. وماله الراجل اللي خبط على بابنا ده؟ ايه علاقته بالجريمة دي؟ هنا المصيبة يا ياسمين، الراجل ده كان شريك نرمين في الخطة. هي طلبت مني اخد الاوراق اللي كنا بندور عليها واهرب، وهو كان المفروض هيتكفل بباقي الامور. يعني انت عارف من الاول ان في حاجة غلط. آدم كان بيحاول يدافع عن نفسه. صدقيني ما كنتش أعرف إن الأمور هتوصل للقتل. أنا كنت فاكرها قضية طلاق بس، ما كنتش عارف إنها هتقتل جوزها. ياسمين بصت له بنظرة مرعبة. ودلوقتي إيه اللي خلاه يجي هنا؟ لأن نرمين اختفت وأنا الوحيد اللي كان معاها آخر مرة. ياسمين حست برعب بيجري في عروقها. كل كلمة بيقولها آدم
كانت بتخلي الأمور أسوأ، وأنا مش بس في ورطة، أنا محتاج مساعدتك ياسمين. لو ما وقفتيش جنبي أنا ممكن أضيع. ياسمين فضلت ساكتة للحظات بتحاول إنها تجمع أفكارها، بس عقلها كان مليان أسئلة. آدم قاعد قدامها واضح عليه التوتر مستني رد فعلها. وأنا ساعدك إزاي؟ هو أنت فاكر إنك كده بتحميني؟ أنت بتورطني أكتر. آدم اتكلم بصوت هادي لكنه مليان رجاء. أنت الوحيدة اللي أقدر أثق فيها. الراجل ده اللي جه البيت مش هيقدر غير لما ياخد مني الأوراق دي. طيب هي فين الأوراق دي؟ آدم بص حواليه بسرعة وكأنه خايف حد يسمعه. أمن مكانه وراح ناحية كنبة قديمة في الركن، رفع المرتبة بتاعتها وطلع كيس أسود صغير. الأوراق هنا، لكن ما ينفعش نسلمها ليه، لو وصلت له هيستخدمها ضدنا. يعني أنت شايلها هنا طول الوقت؟ طيب إزاي عايزني أساعدك؟ إحنا لازم نلاقي نرمين، لو لقيناها الأمور كلها ممكن تتغير. هي الوحيدة اللي تعرف تتصرف. أنت عبيط؟ نرمين اختفت وغالبا هي اللي دبستك في كل ده. ازاي عايز تثق فيها تاني؟ آدم قرب منها حط ايده على كتفها. انا فاهم انها خدتني في دوامة، بس لازم نعرف ايه اللي حصل فعلا. ممكن تكون هي في خطر حقيقي. قبل ما ياسمين ترد صوت خبط تاني على الباب قطع الكلام. المرة دي كان الصوت مختلف، هادي لكنه مصر. ياسمين همست. مين ده؟ معرفش، استني هنا. فتح الباب بشويش، لقى واحد شكله غريب، كان لابس بدلة أنيقة بس عينيه كانت حادة مريبة. مساء الخير، أنا الظابط يوسف، ممكن أدخل؟ آدم اتوتر لكنه حاول يبان طبيعي. فتح الباب ودخل الراجل. ياسمين كانت واقفة وراه بتحاول تخبي ارتباكها. الظابط قال: أنا هنا عشان أحقق في اختفاء السيدة نرمين. سمعت إنها كانت قريبة منكم وعرفت إنها اتشافت معاكم آخر وقت. كانت مع حضرتك يا أستاذ آدم، مش كده؟ أيوة، لكن معرفش عنها حاجة من يومها. هي طلبت مني خدمة بسيطة وبعدها اختفت. وإيه هي الخدمة دي؟ آدم اتردد قبل ما يرد، لكن ياسمين قطعت الكلام. كانت محتاجة حد يوصلها لمحامي لأنها كانت دايما بتشتكي مع مشاكل مع جوزها. الظابط بص لياسمين نظرة فحاصة وقال: غريب، لأن جوزها مات. الصمت سيطر على الأوضة وكأن الزمن وقف. الظابط قال: وأنا متأكد إنكم تعرفوا أكتر من اللي بتقولوه. الأوضة كانت مليانة توتر وصمت خانق. بعد كلام الظابط آدم كان مرتبك. ياسمين حست إن الأمور ابتدت تخرج عن السيطرة. الظابط يوسف فضل واقف، عينه بتتحرك بينهم وكأنه بيقرأ أفكارهم. أنا عارف أكتر مما تتخيلوا. السيدة نرمين ما اختفتش، هي ماتت. آدم اتجمد في مكانه. ياسمين شهقت: إيه؟ نرمين ماتت؟ إزاي؟ لقينا جثتها في النيل من يومين، وعرفنا إنها ماتت بعد ما تعرضت لضربة قوية في راسها. والأهم، آخر مكالمة ليها كانت منك يا آدم. استنى، أنا ما قتلتهاش. آخر مرة شفتها كانت في الفيلا بتاعتها بعد ما ساعدتها في قتل جوزها. آدم ابتدى ينهار. ما كنتش عارف إنها ناوية تخلص عليه. هي قالت لي إننا بس هناخد الأوراق ونمشي. لما شفتها بتضربه كنت مصدوم، لكنها أقنعتني إنها دفاع عن النفس. خدتني معاها وهربنا. وإنتي عارفة حاجة عن الأوراق دي؟ ياسمين حاولت ترد لكن آدم قاطعها. هي ملهاش دعوة بأي حاجة، أنا اللي اتورطت. الغريب إن الأوراق اللي نرمين كانت بتدور عليها اختفت. الأوراق دي كانت بتدينها في عمليات نصب وتجارة غير قانونية، لكن اللي لقيناه مع جثتها كان شيء تاني. آدم ارتبك. إيه اللي لقيتوه معاها؟ ورقة فيها اسمك واعتراف مكتوب بخط إيدها إنها كانت بتخطط تلبسك كل حاجة. آدم كان على وشك الانهيار. ياسمين ابتدت تربط الأحداث في دماغها. الظابط قرب خطوة: كل الأدلة ضدك يا آدم، بس في حاجة واحدة مش مفهومة. ليه نرمين خلصت على جوزها فعلا؟ وليه انت كنت معاها؟ أنا كنت مجرد لعبة في إيدها. بعد ما هربنا من الفيلا قالت لي إنها تتصرف، لكن واضح إنها كانت ناوية تلبسني في كل حاجة. واضح، لكن في حاجة نسيت أحكيها. آدم وياسمين بصوا ليه باستغراب. الظابط سحب ظرف من جيبه وطلع صورة. دي كاميرا مراقبة من الفيلا، ودي صورتك يا ياسمين وانتي بتدخلي الفيلا بعد نرمين وجوزها ما ماتوا. ياسمين اتصنعت البراءة. أنا؟ مستحيل، أنا ما دخلتش الفيلا دي أبدا. بالعكس، دخلتي عشان تضمني إن جوز نرمين مات فعلا، وعشان تاخدي الأوراق اللي أخوكي لقاها وكنتوا بتخططوا تستخدموها لصالحكم.
آدم بص لياسمين مصدوم. إيه؟ أنتِ عملتِ كده؟ ياسمين اللي كانت متماسكة طول الوقت فجأة ابتسمت ابتسامة باردة وقالت: آدم، كنت فاكر إنك ذكي، لكنك كنت دايما أداة سهلة. نرمين استغلتك وأنا كملت اللعبة. أنتِ دبستيني؟ الظابط شاور لرجالته وقال: خدوهم هما الاتنين. واضح إن الجريمة دي أكبر مما تتخيل. في اللحظة دي كل حاجة انهارت. آدم أدرك إنه كان ضحية مش بس لنرمين، لكن كمان لأخته اللي وثق فيها طول حياته. وهو بيتسحب بره الشقة، ياسمين همست ليه بابتسامة غامضة: العيلة أهم حاجة، بس أوقات العيلة هي اللي تضيعك. آدم ساعتها كان في حالة صدمة. كانت رجالة الشرطة ماسكينه، عينه مليانة بالدموع. كل اللي شافه وكل الكوابيس اللي عدى بيها انتهت بإن أخته الشخص الوحيد اللي فاكر اللي كان بيثق فيه، وهي اللي خانته في النهاية. الضابط يوسف وقف قدامهم وقال: قبل ما نتحرك عايز أعرف حاجة واحدة، ليه؟ ياسمين ابتسمت بهدوء كأنها كانت مستعدة للسؤال ده. نرمين كانت نقطة البداية، آدم كان الوسيلة، وأنا لنهاية اللعبة. جوز نرمين كان شريكي في مشروع تجارة غير قانونية. لما عرفت إنها ناوية تفضحه وتاخد الأوراق قررت أدخل اللعبة. آدم بصلها وهو مستغرب جدا. يعني كنتي عارفة كل حاجة؟ قتل جوزها، استخدامي أنا، كل ده كان مخطط؟ آه طبعا عارفة. أنا استغلت نرمين زي ما هي استغلتك. بعد ما ضربت جوزها وخلصت عليه، أنا اللي بعت الشخص اللي شافها وهي خارجة من الفيلا عشان أجبرها تسلم نفسها. ولما حاولت تساومني كنت مضطرة أتخلص منها قبل ما توقعني أنا كمان. الضابط يوسف قال بصوت بارد: طيب بس ليه وراتي أخوكي؟ آدم كان غطاء المثالي، حد ما حدش هيشك فيه، وانت عارفة إنه هيكون مستعد يعمل أي حاجة لو طلبتها منه. ولما الأمور ابتدت تتعقد كان لازم أضمن إنه يفضل في الصورة، عشان لو حد اتكشف يكون هو مش أنا. بس أنا أخوكي، إزاي تعملي فيا كده؟ العيلة مش مجرد دم، هي لعبة مصالح، ولو كنت ذكي كنت هتفهم ده من زمان قوي. الضابط يوسف شاور للشرطة: خدوها، دي شطانة. رجالة الشرطة فعلا أخدوها وسحبوها لبره. وهي ماشية كانت بتبص لعين آدم بصة خالية من الندم، كأنها كانت بتقول إن هي دي النهاية اللي هي كانت عايزاها. آدم ساعتها انهار على الأرض. الضابط قرب منه: انت ضحية في اللعبة دي، لكن لازم تبقى أقوى. ده وقتك إنك تبدأ من جديد، بعيد عن كل الحياة اللي انت عشتها. آدم ما ردش، كان عارف إن حياته عمرها ما ترجع زي الأول. الحقيقة كانت عاملة زي السكينة اللي شقت روحه، والخيبة في أقرب الناس ليه هتفضل تطارده طول عمره. ولحد هنا انتهت حكايتنا. أتمنى الحكاية تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك على الفيديو، الاشتراك في القناة، يا ريت تتأكدوا انكم فعالين الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار أول ما انزل جديد. واستنونا في حكاية جديدة إن شاء الله. أشوفكم على خير.